شباب كتير جدا حديث التخرج نفسه يسافر، ولكن للاسف الشباب الصغير ده بيكون متبرجل ومش عارف يسافر فين، ما عندوش الفكره انه اسافر فين واشتغل ايه. ولكن انت كشاب حديث التخرج انا عايزك تستفيد اكبر استفاده من سنك وانت صغير، من سن 20 سنه لحد سن 30 سنه. انا عايزك تستفاد بالسن ده على قدر المستطاع، ولكن في حاجات مهمه لازما تشوف نفسك هل متوفره فيك ولا لا. هل في حاجات انا كشاب لسه حديث التخرج محتاج اشتغل عليها، اطور من نفسي فيها؟ ده كده بما ان انا واحد في دوله خليجيه، اكلمك بشكل عام في دول الخليج في فرص عمل كتير جدا ليك في دول الخليج بتعليمك، بالتعليم اللي انت اتعلمته. ولكن التعليم اللي انت اتعلمته هو الشهاده معاك، ولكن ايه الحاجات اللي انت ممكن تطور من نفسك منها؟ في البدايه كده انك تشوف سفريه في اي دوله ما، ده موضوعك انت، انك تشوف طريقه سفر او تشوف شركه سفر او تشوف مكتب سفريات يسفرك او حد قريبك يسفرك، ده الدور ده عليك انت، انا مش هعرف افيدك فيه. ولكن الحاجات اللي انت محتاج تشتغل على نفسك فيها الفتره اللي جايه دي كلها، الفتره ال10 سنين اللي جايين دول، دول الخليج في شغل كتير جدا، شغل معماري كتير جدا، شغل طرق وكباري كتير جدا بيتعمل. مدن اشتغلت فيها دول كتيره في دول الخليج، الكويت وفي السعوديه وفي قطر وفي عمان، دول خليجيه كتيره جدا شغاله على انشاء مدن جديده وطرق جديده وطرق قطارات وحاجات كتيره ما شاء الله بتتعمل. محتاجه دورك انت هتكون موجود في الحاجات دي بتعليمك اللي انت اتعلمته، يكن يعني نقول مهندس مساحه او مهندس معماري او شاب معاك معهد مساحه، ده حاجه كويسه. ولكن الحاجه الاهم اللي انا اشوف السي في بتاعي مبدئيا كده، انك محتاج تشتغل شويه عملي مش اقل من كام شهر. في البدايه انا مش عايزك تبص للفلوس، الفلوس هتيجي، ما تبصش للارقام، ولكن انا عايزك تشتغل على ارض الواقع، تشوف طريقه العمل ماشيه ازاي، التعامل مع المهندسين على ارض الواقع عامل ازاي، التعامل مع الناس على ارض الواقع في المشاريع عامل ازاي. هل انا عندي الطاقه اللي انا اتحمل درجه الحراره في الصيف والبرد في الشتاء، واللي انا اقدر اقف دوام 12 ساعه في طريق في مكان في شغل، تعاملوا مع العمال، تعاملوا مع الاستشاريين اللي معايا في المشروع؟ ده كله هيجي مع الخبره. يعني عايزك تاخد خبره حتى لو مش هتكون كبيره، لكن اخد خبره على ارض الواقع، الدنيا ماشيه ازاي، اعرف اعيش الموضوع على ارض الواقع، ما عاشوش كده في الورقه والقلم ومحاضرات خدتها وخلاص. الثانيه ان اغلب الشرك حاليا في دول الخليج بيستعينوا بناس اجانب معاهم في المشاريع، مهندس استشاري حد يكون اجنبي. فانت محتاج تشتغل انك تتعلم لغه. بالنسبه لك انت انك تتعلم انجليش كواحد معاك شهاده جامعيه او معهد، الموضوع بالنسبه لك سهل جدا، كورس شهر او شهرين تعرف تتعلم كويس. لكن عايزك تكون مختلف عن الناس اللي حواليك. ياما ناس كتير جدا خدت شهايد، وياما ناس كتير جدا معاها معاهد، ولكن زيك زي ناس كتير. انا عايزك تكون مختلف، عايزك تكون عندك ميزه عن ناس كتير. انا معايا لغه كويس، السي في بتاعك لما تقدم في شركه ومعاك لغه كويسه واشتغلت على ارض الواقع عملي، فدي حاجات بتزود في السي في بتاعك انك تشتغل ويكون ليك فرصه عمل اكبر. الحاجه الاهم ودي بتكون صعبه علينا احنا كمصريين، ان الشباب كتير جدا لما بيكون عايز يسافر عايز يسافر عايز يسافر، فبيتعامل بالعاطفه، ما بيتعاملش بالجديه. بمعنى انك مسافر رايح تسال على دوام في شركه او على شغل في شركه، انا راجل مهندس وعايز اشتغل في شركه او اي حاجه، بتكون الفرصه بالنسبه لنا احنا بتكون قويه بحسب الخبرات كتير للناس المصريين اللي قبليك. ولكن في الفتره الاخيره دول عربيه كتير جدا هي مقيمين في دول الخليج، يعني بتلاقي الشاب هو مقيم مع اهله في دوله خليجيه، فبالنسبه له يروح يسال على شركه بيكون رايح هيئته كويسه، لابس لبس كويس، معاه سي في كويس، رايح يقدم في شركه بيطلب رقم كويس، بناء عليه بيبصوا للهيئه بتاعته، لا الشاب ده مرتب ومنظم. ولكن ممكن يكون خبره وافضل في الشغل بتاعه، كان مهندس مدني او مهندس مساحه او معهد مساحه، ممكن يكون خبره وفهم كويس جدا عن ناس كتير، ولكن الهيئه بتاع الشخص السوري او اللبناني او اي جنسيه عربيه هو مقيم في السعوديه او في الكويت او في اي دوله خليجيه، هو مقيم رسمي، فبالنسبه له مشوار قريب انه يروح يسال في شركه، مشوار قريب عليه ان هو يروح يسال في اي مكان، بيقدم سي في كويس، رايح بهيئه كويسه، فبيكون الفرصه بالنسبه له اكبر. ليه؟ ان احنا بنتعامل بالعاطفه شويه في الحته ديت، اللي هو انا رايح اسال على شركه، فبعد اذنكم انا مرهق وادي لي فتره كبيره جدا بدور على شغل وبتاع، فاستاذنك السي في بتاعي، ورايح بقى هلكان وتعبان وقرفان، تعبان تعب بيدور كتير، فواخد الموضوع بالعاطفه. الشخص اللي هيستلم منه السي في بتاعه حتى لو كان هو مصري، لا هو عايز حد هيئه، عايز حد كويس، عايز حد مرتب، عايز حد لبق في الكلام، يعرف يتكلم معاه كويس، يعرف يكون عنده هدوء، عنده ما فيش استعجال. لكن انت بتكون رايح مندفع عايز تقدم في شركه، اديلك كتير جدا بتدور على شركات مش عارف تحصل شغل، فالدنيا معاك متبهدله، فبالنسبه لك الوقت بقى ضيق لو انت رايح زياره دبي او رايح زياره اي مكان، فالوقت بالنسبه لك قليل وضيق، فعايز تنجز نفسك وناسي حاجات كتير مهمه. مش عايزك في البدايه تستعجل، ما تستعجلش على حاجه، عايزك تكون هادي، انت لسه في بدايه حياتك، وما تبصش للحاله الماديه في البدايه، ما تشوفش ان في ناس سافرت قبليك حتى لو هم ما معهمش مؤهلات بيشتغلوا عمال عادي، بس سافروا قبليك اديلهم سنه او سنتين وعملوا شويه فلوس احسن منك شويه، لكن انت كنت بتدرس وكنت لسه في دراسه،
لما تتأنى شويه هتلاقي نفسك خدت فرصه عمل كويسه شويه، هتعرف تعمل فلوس افضل من الاستعجال. انت ممكن تكون مهندس وتستعجل، انا مش لاقي فرصه عمل فاروح اشتغل عامل في اي مكان او اشتغل في اي حته. لا، انا مش ضد فكره العماله ومش ضد نشتغل ده، لكن كل واحد بيشتغل في الحاجه على حسب هو اتعلم ايه، هو درس ايه، هو بيفهم في ايه، هو بيحتاج حاجات كتير جدا تطورها من نفسك. مش عيب انك تشتغل اي حاجه بالمناسبه، ولكن انا اتعلمت وخدت شهاده كويسه ودرست دراسه كويسه، فهحاول اطور من نفسي واضيف حاجات كويسه لنفسي في السي في بتاعي تنفعني في اي شركه اقدم فيها. اتأنى، ما استعجلش. طول ما انت بتعمل الدور اللي عليك وبتسعى وبتجتهد ربنا هيكرمك، لكن انت حاول تحط نفسك في تقييم ما بينك وبين نفسك. انا فين؟ ايه اللي انا محتاجه اطوره من نفسي؟ ايه اللي انا محتاجه اشتغل عليه على نفسي؟ ايه الحاجات اللي انا شايفها في سوق العمل في دول الخليج شغاله الفتره اللي جايه، الكام سنه اللي جايين؟ ايه اللي شغال؟ ايه اللي الناس بتدور عليه؟ ايه الناس محتاجاه؟ محتاجين مهندس كويس معاه لغه كويسه يشتغل على ارض الواقع كويس، محتاجين مساح كويس يشتغل على ارض الواقع مع لغه، مع حاجات كتيره تخليني انا كحد هاخد منك السي في بتاعك لا انا شايف ان الشخص ده مميز عن 10 15 شخص تاني غيري قدموه معايا، لكن الشخص ده عنده مميزات، انا محتاج الراجل ده. لكن هتكون خدت شهاده وقاعد على القهوه وفاضي وعايز اسافر عايز اسافر، ولكن في حاجات انت لسه ما اشتغلتش عليها، لسه ما اشتغلتش على ارض الواقع، لسه في حاجات انت محتاج تعملها تطور بها لنفسك. في البدايه زي ما قلت لك مش عايزك تستعجل، مش عايزك تبص الحاله الماديه، ولكن حاول تطور من السيره الذاتيه بتاعتك، من السي في بتاعك، تطور من نفسك فكريا، وحاول تسمع لحاجات انت اول مره تسمعها. ما تفضلش شايف نفسك ان انت في حته خلاص فهمت كل حاجه، خدت حاجات كتيره في الدراسه وبقى عندي معلومات كتيره فانا مش محتاج اي افكار تانية. لا، حاول تتعلم وحاول تدي لدماغك انك تستوعب حاجات جديده، لحاجات اول مره اسمعها، لحاجات اول مره اتعلمها. ادور على فيديوهات، ادور على حاجات جديده، ادور على حاجه جديده. جايز اكون في حاجه انا محتاجها ولكن انا مش شغال عليها. بالتوفيق وربنا يوفقكم جميعا. الحياه قدامكم، مش عايزك تستعجل، وان شاء الله ربنا يكرمك. السلام عليكم، اشوفكم على خير.